بالمستطاع تدوين مجلدات كثيرة بشأن تأثير هذه العناصر الأساسية إلى جانب العديد من الثانوية منها في ظهور الإسلام. ما نود إيضاحه هنا هو أن الإسلام ثمرة الظروف المادية والتاريخية الوطيدة، وأنه لم يتطور كمعجزة في الصحراء. وبقدر ما ترتبط قوته بهذه الظروف فكذلك شأن نقاط ضعفه أيضا، فهو ليس جمعية حضارية جديدة على غرار الحضارة السومرية الأولى أو الرومانية الأخيرة، بل يطفح جانبه كحركة عقائدية وأخلاقية. فسيدنا محمد نفسه ليس شخصية غامضة مثل إبراهيم وموسى وعيسى، فالكثير من خصائصه معلومة، ورسالته المتجسدة في القرآن لا تخاطب قوما أو قبيلة أو طبقة معينة، بل تستهدف البشرية جمعاء. ومصطلح الله الذي يرد ذكره في القرآن أكثر من المصطلحات الأخرى يشكل في حقيقة الأمر محور النشاطات اللاهوتية، ومحمد قابع في أعماق تأثير هذا الاصطلاح ويعتبره الرب، أي سيد العالمين. هذه الكلمة مذكورة بكثرة في الكتاب المقدس، وكلمة الله ذات الاصطلاح المجيد بهذا القدر توحد في محتواه سوسيولوجيا بين ألوهية الطبيعة والألوهية المجتمعية. فالصفات الحسنى 99 التي يشملها ويتميز بها هي تعابير عن التأثير المشترك للقوى الطبيعية والاجتماعية، في حين أن الأوامر والشرائع الأبدية التي يتطلع منسوبه إلى فهمها تحفها هالة من الغموض. وبقدر كون الأوصاف ذات المنشأ الاجتماعي مرحلية عابرة، فكذلك لا يعد كل مظهر طبيعي قانونا بحد ذاته، بيد أن القانونية والتشريعات هي ثمرة الإفراط في ضوابط وقواعد القبائلية اليهودية، إذ يمكن الحديث عن النزعات والميول التي طالما يغلب طابعها في المجتمع. سيؤدي هذا المفهوم التشريعي لاحقا إلى التعصب الشديد في المجتمع الإسلامي. ربما أفادت الشرائع الصارمة في تجاوز الفوضوية القبلية وتحقيق التطور الاجتماعي، لكن إذا وضعنا نصب العين تسارع التطور الاجتماعي فسندرك تلقائيا مخاطر هذا المفهوم لأجل الأمة. إن مدى إيمان سيدنا محمد بالله يعين قوته الميتافيزيقية، وعلى الأقل فاعترافه بوجود قوة تفوقه يجعله لا يصاب بمرض التأله الذي نجده سائدا في الحضارات الممتدة من أيام سومر إلى عهد روما. وإذا قارنا ذلك بالصراع الضار الدائر حول ألوهية عيسى تتبدى مقاربة سيدنا محمد أكثر تقدمية، إلا أن عجزه عن تخطي الصرامة الموسوية يشكل جانبه السلبي الذي تدفع فاتورته الباهظة في الصراع العربي الإسرائيلي. أما التساؤل عما إذا كانت الثقافة المادية تغلب على المجتمع الذي تطلع سيدنا محمد إلى بنائه أم يرجح فيه الجانب الأيديولوجي، فيستحق النقاش والدراسة. حسب رأيي فبينما يبرز العنصر الأخلاقي في المسيحية فإننا نجد توازنا دقيقا بينهما في الإسلام، ولأن كان يحتوي العديد من النواقص ويتكاثر الجدل حوله، إلا أن تعادل الثقافتين المادية والمعنوية في الإسلام قد يشكل جانبه المتين بطبيعة الحال. فالحديث النبوي اعمل لآخرتك وكأنك تموت غدا، واعمل لدنياك وكأنك تعيش أبدا يكشف كفاية عن هذه البنية المتعادلة، الكل على علم بنبذه الأنظمة الرومانية والبيزنطينية والساسانية، بل وحتى الفرعونية والنمرودية الكلاسيكية، وانتقاده إياها بصرامة. إنه بجانبه هذا ناقد قدير للمدنية، إلا أن الشروط المادية لعصره وآفاقه الأيديولوجية لا تكفي للإعلان عن رؤيته بشأن المدنية، وهو بذلك شبيه بعجز اشتراكيي زماننا عن تطوير البديل اللازم. لكن مناشداته الحثيثة إلى التشبث بالأخلاق تشير إلى مدى إدراكه لأمراض مجتمع المدنية، وهو بجانبه هذا إصلاحي عتيد بل وثوري لا يعترف بالمجتمع الذي تغيب فيه الأخلاق. والقواعد التي سنها لسد الطريق أمام الربا في رأس المال أعاقت التوجه نحو الوضع المرضي للمجتمع الرأسمالي. انطلاقا من هذه المزايا البنيوية لدى سيدنا محمد يمكننا مباشرة استشفاف كونه أكثر تقدمية من المسيحية واليهودية، فجنوحه إلى نبذ العبودية أمر معروف، وهو رحيم عطوف وميال إلى التحرير إلى أبعد حد. ورغم بعد مقارباته عن الحرية والمساواة فيما يخص المرأة، إلا أنه يستاء من العبودية الغائرة للمرأة ويمقتها. وفيما يتعلق بالخلاصة التي يمكننا استنباطها من وجود العديد من الجواري والزوجات لديه، فهي احتضانه هاتين النزعتين معا. لقد كان يعترف بالملكية والفوارق الطبقية في المجتمع، لكنه كشخص ديمقراطي اجتماعي
كان يتطلع إلى سد الطريق أمام الاحتكار وبسط النفوذ الاجتماعي، وذلك عن طريق الإفراط في جباية الضرائب والأتوات. من خلال هذا الإيجاز المقتضب نستشف أن محمدا كون توازنا ذكيا في الإسلام، فلم يجنح إلى ثقافة مادية مختلفة، ولم يرغب في الاقتصار على ثقافة أيديولوجية محضة. هذا الوضع يوضح كفاية دوافع تعززه، سواء إزاء قوى المدنية أم إزاء الكيانات الأيديولوجية والثقافية الأخرى. ربما لم تستطع أي حركة اجتماعية عدا كهنة سومر ومصر من إبداء المهارة والحذق اللازمين لتمكين سيرورة التحام الثقافتين المادية والأيديولوجية بقدر ما كانت عليه الحال في الإسلام. وأن كنا نتكلم اليوم عن تعزز شأن الإسلام الراديكالي أو الإسلام السياسي، فعلينا بالضرورة إدراك خاصيته البنيوية هذه أفضل إدراك. من المفيد إعادة تفسير التطورات والتحولات الجارية في الثقافتين المادية والأيديولوجية بعد سقوط الإمبراطوريتين الرومانية والساسانية. يتبين طبيعيا من سقوط روما أن النظام العبودي المعمر 4000 عام ألحق تخريبات غائرة بوجدان البشرية أي بأخلاقها، وفتح بالتالي ثغرات فسيحة فيها. بينما التدابير القانونية الأخيرة التي قامت بها روما كانت قاصرة عن ملء تلك الثغرات، كما يتضح جليا حدوث هوة شاسعة في دنيا العقائد أيضا، حيث تبين أن تلك الآلهة التي سعوا لإقناع الناس بها طيلة 4000 عام لم تكن مثل ما كانوا يعتقدون البتة، وكانت الوثنية فقدت قدسيتها القديمة. بل ويزعم أنه أتى يوم لم تعد فيه أروع هياكل جوبيتر تساوي قرشا. فالبنى المادية الضخمة لم تخلف وراءها سوى إنسانية منهكة ومنهارة، أما الحروب التي لا تخمد جذوتها فجعلت من السلم خيالا. يسعنا القول أنها كانت مرحلة أزمة خانقة وفوضى عارمة، فبينما كانت قيمة أنماط الحياة والقواعد القديمة تتهاوى، فلم يكن بالمقابل ثمة بدائل تذكر. فراح الجميع ينتظر رسالة الخلاص ويستشف مصطلحي الجنة والنار في الأوساط. كان حشد العاطلين عن العمل والأرقاء المعتوقين المتسكعين مستفحلا في الأوساط المركزية، في حين تتضاعف حركات الهجرة لدى الأقوام القاطنين في الأطراف. كانت الأوساط في حالة مثلى لاستقبال رسالة المنقذ التاريخي. إنه وقت بزوغ فجر الحركات الكبرى، فالحاجة الماسة في ظل تلك الظروف كانت تتجسد فيما نسميه اليوم باليوتوبيات والمناهج الجديدة، والحركات الكبرى قد تكون محصلة لليوتوبيات والمناهج العظيمة. وقد سادت مثل هذه الحاجة الماسة ليوتوبيات الخلاص والمناهج المنقذة على مر السياق الحضاري. وبالأصل فالحركات المعاشة في الداخل والخارج كانت تتميز دوما بيوتوبياتها وصفاتها التحريرية العملية، إلا أن الأزمة البنيوية والوظيفية للعبودية كنظام قائم كانت غائرة الأعماق هذه المرة، ولم تعد المرحلة بأوضاعها وظروفها تطيق إدارتها بأنظمة عبودية جديدة. في ظل ظروف كهذه تعوم البشرية في بحر من الظمأ ذهنا وضميرا، ولدى بلوغ البنى المادية الأخيرة حالة تعجز فيها عن الاستمرار لتأمين بقاء النظام، فهذا ما معناه اكتمال نضوج الظروف للأديان العالمية، رسائل الخلاص التي تتغلغل في الذهنية وضمير البشرية سائرة وتنعشهما. لكن وما دام العصر الجديد المرتقب والمقترب لن يكون عصرا عبوديا جديدا، فماذا وكيف عساه يكون؟ هذا ما يشغل البال. قيل الكثير عن المجتمع الإقطاعي، ويقال أنه العصر اللاحق للنظام العبودي القديم، لكن بالإمكان العودة بالإمارات المماثلة من حيث النمط لتلك التي اعتمد عليها، وأرجعها إلى أعوام 4000 قبل الميلاد، في حين يمكننا التذكير بأن القصور الأكثر متانة بنيت في أعوام 2000 قبل الميلاد. أما مجموعات القرويين والخدم والحشم المحيطة بأغلبهم فكانت تشكلت في كل مكان منذ القديم. وفي حال تشتت الإمبراطوريات كان بالإمكان ظهور العديد من الإمارات، أو أن تخرج إحدى الهرميات من أحشاء مجموعة إثنية لبناء إمارتها بسهولة. لم يكن ثمة فوارق بارزة بين الدويلات الصغيرة المتأسسة بعد العهدين الروماني والساساني وبين مثيلاتها من الدول البارزة في المراحل القديمة. كانت الإمبراطوريات كناية عن اتحاد مجموع هذه الدويلات، قليلة كانت أم كثيرة، فيدرالية كانت أم كونفدرالية. لم تكن القرى بذهنيتها مختلفة كثيرة عما كانت عليه أثناء تمأسسها النيولوتي في أعوام 6000 قبل الميلاد بأقل تقدير، ولم يطرأ أي تغيير على العلاقات بين الجنسين،
ولم تكن العلاقات بين القرن والسيد منذ غابر الزمان مختلفة عن تلك التي بين الأغوات وأتباعهم من خدم وعبيد. الملكية أيضا كانت كما هي، ولم تشهد وسائل الإنتاج أي تطور ثوري، ولطالما تطرقنا إلى البنى الحاكمة وآلهتها. إذن فمن العسير اعتبار الأنظمة المادية المتكونة بعد القرنين الخامس والسادس الميلاديين مدنية جديدة. بطبيعة الحال فبنى المدائن في أوروبا كانت غير مؤهلة إطلاقا لتكوين مدنية جديدة. هكذا شأن الإمبراطوريات المشيدة أيضا، حيث لم تكن كما قيل فيها من مدح وثناء، بل ولم تكن تعني شيئا غير الإطلال القديمة المتبقية من روما. يمكن قول الشيء نفسه بشأن الشرقيين أيضا، إذا اعتبر تسمية هؤلاء ببقايا النظام الذي يسبق الرأسمالية أكثر معنى. فالبقايا شيء يشبه البيوت أو الأحياء الصغيرة المتبقية من الأطلال، ولا تذهب في أحسن الأحوال أبعد من كونها تعديلا للقديم. إلى جانب ذلك يجب عدم إنكار البنى المادية التي تسبق الرأسمالية. قد تكون بنى مرحلة الانتقال إلى الرأسمالية مغايرة، فتمدن أوروبا بعد القرن العاشر الميلادي خصوصا كان وكأنه ينبئ بقدوم الرأسمالية. ما دام الأمر كذلك فقد يكون من الناجع عدم الوقوف كثيرا عند مصطلحي الإقطاعية وعصر الظلمات. أما التفسير الأقرب إلى الصحة فهو انحلال نظام الآلهة المقنعة والمجتمع المستعبد الذي دام 4000 عام، وانهياره ضمن إطار الفترة الطويلة. فانهيار نظام يولوتي لا يفتأ مستمرا في راهننا. مقصدي هو أن انهيار أنظمة الفترات الطويلة قد يطول عدة قرون وقد تتجدد بلا انقطاع. وإذا ضيقنا النطاق أكثر فيمكننا تسمية النظام اللاحق للقرنين الخامس والسادس الميلاديين بالأنظمة المتأخرة. ما الذي تعنيه كل هذه الأمور بالنسبة إلى الإسلام والمسيحية؟ إذ لا غنى عن الوعد بالجنة في يوتوبياتهما، بل ويتحدثان عن أنظمة السعادة الممتدة 1000 عام، وهو الجزء الذي تنص عليه كل يوتيوبيا. لطالما يذكرني وعد الجنة بحنين الإنسان إلى الواحة عندما يسير في سعير الصحراء اللاذع. بالأصل فالطرف المقابل لذاك الوعد هو الحياة المتصحرة. قد يعد الأنبياء أيضا جماعاتهم بمستقبل رغيد وأيام واعدة. ما يجري عمله من خلال يوتوبيا المستقبل الرغيد كالجنان والبحث عن عالم آخر مغاير ليس إلا، وقد يكون ملاذا اضطراريا لإنسان متشائم ضاقت به الدنيا وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، أو ملجأ لمن ليس لديه بصيص أمل. من هنا فالصلة بين صدام حسين وبين نسخة القرآن التي كان يمسك بها إبان الإعدام تعلمنا الكثير من الأمور. فالقرآن قوة ذهنية إنشائية قصوى لأطوار الحياة التي على حافة الإعدام. إنها حالة من بناء الأمل بعد انسداد جميع طرق الحل. من العصيب القيام بتفسير سليم للرسائل التي توجهها الكتب المقدسة، ما لم ندرك شروط العبودية أفضل إدراك، وإذا لم نتغاضى عن الطابع الميتافيزيقي للإنسان. فسنتلمس أنه لا مفر من صياغة عدد جم من اليوتوبيات بما فيها تلك الواعدة بالجنة أو الملوحة بنار جهنم. فالواقع الإنساني يستلزم ذلك، وإلا فمثلما لن يطاق العيش في الحياة فلن يفتح الباب أيضا أمام أنماط حياة أجمل وأفضل. علي إضافة أمر آخر، ألا وهو أن الخوف من الموت تحديدا هو ظاهرة اجتماعية أنشئت أو فرض إنشاؤها. بالتالي فمن المستطاع القضاء على هاجس الخوف عبر طرح تأسيسات اجتماعية جديدة، بل وقد تستخلص من الموت حينها أروع وأفضل حالات الحياة. فحالات الموت السائدة في الطبيعة لا تشبه قطعيا حالات الوفاة الاجتماعية السائدة في المجتمع البشري. فالآلام والأحزان العميقة للوفيات الاجتماعية تنبع من تضادها مع حقيقة الموت الطبيعي، وإلا لما بقي شيء اسمه الحياة إن لم يتواجد الموت. لذا فالحياة الأسمى هي تلك المتسلحة بوعي الموت، فهي تعني اللا موت والخلود.